السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وصحة وسعادة يا رب دايما. النهاردة هنتكلم معاكم عن جرعة الكوكسيديا والكوليستريديا، وهتكلم معاكم عن العطس والبرد وأدويتهم وإزاي نتفادى العطس والبرد، وإزاي الأدوية تجيب معانا نتيجة بالطريقة الصحيحة. وهتكلم معاكم في حاجة مهمة جدا عن فوائد الإظلام، عملية الإظلام وفوائدها والشروط بتاعتها علشان تجيب معانا ايه افضل نتيجة. ما شاء الله النهاردة دورتنا عمر 12 يوم. الكتاكيت ديت جت على عمر 7 ايام، وكانت بردت. درجة الحرارة انخفضت مرة واحدة، لموا على بعض عطست الكتاكيت، عطست لما قعدت كده ايه كام ساعة كده ما اشوفهمش، ودرجة الحرارة انخفضت راحوا عطسوا. كانوا عمر 7 ايام بالظبط. هقول لكم انا عملت ايه بالظبط وازاي. الحمد لله العطسة خفت عندي، هي ما مشيتش لسه بس خفت نوعا ما، وما فيش اي اضرار ولا في يعني الحمد لله تأثير على السحب بتاع العلف ولا اي حاجة. هي التأثير بس كان يومين في بداية ال البرد عندهم، كان يومين بس. وبعد كده يعني لما ظبطت الدنيا والكلام ده كله الحمد لله ايه مفيش اي مشاكل. اولا هنتكلم على جرعة الكوكسيديا والكوليستريديا. انا ابتديت فيها من امبارح، اليوم ال11 وال12 وال13. هندي جرعة الكوكسيديا علشان بتتنشط في الوقت ده، لازم ننزل لهم جرعة الكوكسيديا علشان ما يحصلش اي مضاعفات للكتاكيت معانا. تمام لغاية كده. وبعد كده هنمسك حكاية الأوزان بتتسحب مننا او ما بيحولش الكتكوت طالما ايه احنا ما حطيناش جرعة الكوكسيديا. هنلاقي اهمال في او تنشيط بمعنى اصح تنشيط الكوكسيديا عندهم في الوقت ده. بنديهم الجرعة بتاعة الكوكسيديا اليوم ال11 وال12 وال13، وبنرجع نكررها يوم 21 و22 و23، يعني كل 10 ايام بنكررها علشان نضمن سلامة الدورة بتاعتنا والدنيا ايه بتتظبط معانا. انا بديهم في الدورة جرعتين بس، وممكن بنزل بعد كده شيح، وبنزل 3 ايام شيح، وبعد كده ايه اليوم الرابع بنزل بيكربونات الصوديوم نص معلقة على اللتر. هي ديت ايه صراحة الطريقة بتاعتي اللي انا ماشية بيها على طول في اي دورة. ثانيا هندخل على موضوع العطس انا عندي حصل من يوم السابع. لما الكتاكيت لمت وبردت وعطست كانت نفسها يعني مفيش شهية عندها، وسحب العلف جل. الأوزان ما كان في تفاوت في الأوزان. المهم ايه ابتديت ان انا بسرعة اهوي المكان شوية تهوية غير مباشرة. يعني الشباك ده انا كنت ايه بفتحه كده الصبح، بفتح ضرفة منه، بفتح ضرفة بس لان هو وجهة جبلية، بفتح ضرفة منه وعملت الفرش بسرعة. يعني غيرت المكان الرطب كله، حشته وحطيت مكانه بودرة بلاط، وبعد كده نزلت نشارة جديدة. أهم حاجة دول التهوية والفرشة، إن أنا أظبط التهوية وأظبط رطوبة الفرشة في العطس على طول أول ما ألاقيها. بعد كده أبتدي بقى إيه وأظبط الحرارة، يعني أشوف درجة الحرارة بتاعة العمر اللي عندي بتحتاج كام وأظبطها على أساس ده، والرطوبة يبقى أنا كده ظبطت الرطوبة والحرارة والتهوية. وبعد كده هنزل على طول العلاج. نزلت مضاد حيوي تنفسي وموسع شعب، نزلت مضاد حيوي تنفسي وموسع شعب بعد ما ظبطت المكان. يعني اهم حاجة ان التهوية تكون مظبوطة، طالما في عطسة لازم يكون في تهوية على طول. العطسة دواها التهوية، لو ما فيش تهوية هيعمل معانا كتمة، الريحة هتكتم معانا وهنجابل مشاكل لا حصر لها. هنيجي تالت حاجة موضوع الإظلام. الإظلام يا جماعة والله العظيم بيفرق ما شاء الله. أنا هقول لكم فوائده بس الشروط بتاعته الأول، وبعد كده هتكلم معاكم على الفوائد. الشروط
ان انا عشان اعمل اظلام لازم الشروط دي عشان ايه تديني افضل نتيجة، يديني افضل نتيجة. الشروط ان انا لازم قبل اول حاجة اعملها من اليوم السابع، ابدأ فيه من اليوم السابع. اليوم السابع تكون ساعة محددة لازم كل يوم، يعني انا بعمل بعد المغرب على طول ببدأ عملية الإظلام بعد المغرب. أول يوم كان نص ساعة، تاني يوم يعني ساعة إلا ربع، تالت يوم ساعة، رابع يوم ساعة وربع كده، يعني أزود ممكن إيه ربع ساعة لحد ما أوصل في الوقت ده معين بوصل لساعتين. بعديها ببتدي إن أنا إيه أنزل يعني ساعتين بالليل اللي هو في وقت بعد المغرب، وساعتين بعد الفجر أو قبل أذان الفجر، يعني ساعتين بعد المغرب وساعتين قبل الفجر، ده لغاية آخر الدورة لغاية ما توصل معايا. بيوصلوا معايا لحد 4 ساعات بس بجزأهم. الساعتين دول بيكونوا ساعتين في أول الليل وساعتين في آخر الليل على وش الصبح. تمام. يبقى ايه ابتدي زي ما قلت لكم كده من اليوم السابع علشان اخد افضل نتيجة عندي. وابتدي بقى قبل ما يعني انا مثلا عندي يوم ايه، عندي مثلا قبل المغرب ببتدي ان انا ايه اعمل عملية الإظلام. لازم تكون الفرشة عندي جافة خالص، مفيش اي رطوبة فيها، الفرشة تكون جافة، لان هم هيناموا يعتبر ساعة، هيناموها او ساعة ونص او ساعتين، هيناموا الوقت ده كله على الفرشة. الفرشة لو فيها رطوبة هيتعبوا مني وهيبردوا. تمام. دي الشروط بتاعة الإظلام، شروط الإظلام عشان تديني أفضل نتيجة. في حاجة تاني برضو نتكلم عليها اللي هي الفوائد. الفوائد بتاعة الإظلام، فوائدها إن هي لو أنا عندي كتاكيت، في كتاكيت وزنها قليل وفي كتاكيت وزنها عالي، الإظلام بيخلي لي عندي الأوزان متجانسة، كلها بتعتبر وزن واحد. يعني أنا كان لما خدوا مني دور برد كان عندي يعتبر كان في كام واحد كده طلعوا سردة، ابتدى الحمد لله وزنهم يظبط معايا والدنيا تظبط من بعد عملية الإظلام. بيخلي لي الأوزان كلها واحد، دي أفضل حاجة عندي. لأن إيه العلف لما بيكون ساعتين أنا طبعا مجوعهم ساعتين، بيروحوا كله مع العلف الصغير، بيلحق ياكل ويعني بيملى كده ايه الحصرة بتاعته كده والحصلة وبيقدر ايه ياكل ويستفيد بالاكل ويحول بسرعة. يبقى انا كده ما يبقاش عندي ايه كتاكيت ضعيفة وكتاكيت ايه مليانة. دي فوائد الإظلام. الإظلام برضو فوائده ان هو بينشط الكتاكيت، يعني بيعمل لي عملية تنشيط للكتاكيت بتاعتي، وبيقوي المناعة. يبقى من فوائده برضو ان هو بيقوي المناعة. بس برضو من شروطه يا جماعة ان انا لازم قبل عملية الإظلام، يعني قبل ما اطفي النور عليهم، يبقى ايه ازود العلافات واملاها وازود السجايات واملاها، بحيث ان هم اول ما يقوموا من النوم ما يتكدسوش على ايه علافات قليله، لان هم بيبقوا جايين جعانين عايزين طبعا ايه ياكلوا، عشان ما يبقاش عندي تكدس. لا لازم يكون عندي علافات كفايه. وانا قلت لكم العلافات يا جماعه بتبقى على 25 كتكوت علافه و35 كتكوت على سجايه. تمام. لما بيكبروا في العمر شوية ممكن أزود، مفيش مشكلة، ده هيبقى كويس ومفيش ايه تكدس عنده، ياخدوا راحتهم ويعرفوا ياكلوا علشان يحولوا معايا بسرعة. دي فوائد عملية الإظلام وشروطها. يبقى احنا كده ايه أنا لميت لكم كل حاجة. يا رب النهاردة تكونوا استفدتوا في الفيديو. ما تنسوش لو انتوا أول مرة تدخلوا القناة ما تنسوش الاشتراك، ولو في أي استفسار أو في أي سؤال اكتبوا لي عادي في الكومنتات وانا هرد عليكم. يا رب النهارده الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. ما تنسوش اللايكات وما تنسوش الكومنتات عشان هي دي اللي بترفع لنا الفيديو. يا رب كده ايه اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.